من ساعة ما اخترعوا كرة القدم ودايما في صراعات بين الأندية وبين المنتخبات. النهارده هنتكلم عن الصراعات اللي حصلت، عن المباريات اللي حصلت وحصل عليها مشاكل. ده في مباريات كمان حصل بسببها حروب. في دول مجنونة كورة، في دول ما بتطقش بعض لما بيجي يلعبوا كورة. يعني مثلا هنلاقي عندنا انجلترا وكرواتيا، كل ماتشاتهم كل الجماهير لازم يضربوا بعض. هنلاقي مثلا ماتشاتنا احنا ذات نفسنا في شمال افريقيا ما بين مصر والجزائر او الجزائر والمغرب، دايما بتلاقي ان في مشاكل ودايما بتحصل مناوشات بين الجماهير في الملعب. المناوشات غير التيفو اللي بيتقدم من الجمهور ده للجمهور ده، اللي هو بيبقى مباريات بالصور، بتبقى حاجه راقيه كده وجميله. لكن لا، في ماتشات بيبقى في ضرب قبل الماتش، بيخشوا المدرجات مشحونين، بعد الماتش بيضربوا بعض. وده احنا شفناه ما بين انجلترا وكرواتيا قبل كده، ما بين سويسرا في اخر ماتش ما بين سويسرا وصربيا، وحتى ابناء الوطن الواحد. احنا بقى مش هنتكلم عن منتخبات عن دول، لا، احنا حتى ابناء الوطن الواحد هنلاقيهم بيتخانقوا مع بعض. هنلاقي مثلا ان اقوى ديربي في امريكا الجنوبيه بين ريفر بلات وبوكا جونيورز دايما بيحصل فيه ضرب. دايما من فتره كان في نهائي البطوله الخاصه بامريكا الجنوبيه، المباراه وقفت واتلعبت في دوله تانية لان الجمهورين كانوا بيضربوا بعض. النهارده هنتكلم بقى عن المباريات اللي غيرت حاجات كتير قوي. هنبدأ معانا بأول مباراة النهاردة، واللي بسببها قامت حرب بين دولتين عشان خاطر مباراة، أقسم بالله عشان خاطر مباراة. هنروح فين وهنشوف بقى المباراة دي كانت فين؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي.